يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اهلا بالحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنت عاملاه معاكم، ومبسوطه جدا بكل الناس اللي دخلت جديد على القناه، واللي لسه اول مره يشوف قناتي. انا اماني ودي قناتي. ما تنسوش يا حلوين ان انتوا تشتركوا في القناه، واهم حاجه الكومنتات الحلوه اللي بتشجعني. نبتدي بقى الروتين بتاعنا كده النهارده. اول طبعا ما قمت من النوم دايما نبتدي كده اليوم بتاعنا بالصلاة. طبعا انا يعني في اجازة بقى، احنا في اجازة وكده، فانا بقوم على طول الظهر. يعني انا بقوم الساعة مثلا 1 كده، فدي كانت صلاة الظهر. فبصلي الظهر اول حاجة، وبعد كده ادخل اعمل الفطار. برضو من العادات الصحية اللي لازم تعمليها ان انتي تشربي مية. مثلا لو انتي بتحطي جنبك مثلا على الكومود او حاجة مية، او ان انتي تقومي على طول تشربي مية، لان المية مهمة جدا جدا. فطبعا طول النهار تلاقينا منشغلين بقى في الحاجات اللي ورانا، وبننسى اصلا حتى لو احنا مش عطشانين بننسى اصلا ان احنا نشرب مية. فابتديت بقى بالصلاة وشربت المية بقى، ودخلت اعمل الفطار بتاعنا. كنت انا وكارما بقى اللي هنفطر كده، فقلت اجهز سندوتشات علشان زي ما قلت لكم انا غيرت الروتين بتاعي خالص. يعني قلت ابتدي اليوم بتاعي الاول نعمل فطار وندخل طبعا يعني نعمل بقى الحاجات اللي ورانا الاول، وبعد ما نخلص خالص ابدا اعمل الغدا. لان انا كنت الاول بدخل على طول المطبخ واجهز الغدا، وطبعا كنا ننسى ان احنا نفطر وطبعا الحاجات بقى في المطبخ ما بتخلصش، فبتلاقي وراكي مليون حاجة وما بتقعديش. انت خلاص دخلت المطبخ، خلاص ما عدتيش هتقعدي، وهتنسي الاكل وهتنسي كل حاجة. المهم بقى عملت ايه؟ عملت كده سندوتشات بجبنة وطماطم. بنحب ان احنا ناكلها جدا، وبنحب كمان ان احنا نعملها في التوست، بس صراحة كنت مستعجلة كده فما عملتهاش في التوست. وعملت كده سندوتشات ببيض، وهعمل كمان لبن، وهفطر بقى انا وكرم. كارما الصراحة يعني ملهاش في اللبن قوي، ما يعني مش بتشربه. بحاول ان انا طبعا ادخله لها في حاجات تانية، لكن هي ما بتحبش شرب اللبن قوي. فاللي عنده طريقة بقى ان احنا يعني ازاي خليها ان هي تشرب اللبن يكتب لي طبعا في الكومنتات ويقول لي افكار حلوة برضو ان احنا ندخل اللبن برضو في حاجات زي ايه. المهم بقى فطرنا وقعدنا شوية وخلاص ندخل بقى المطبخ علشان نجهز بقى الحاجات اللي ورانا. دي كده كانت يعني كنت جايبة بامية فبقطعها الأول زي ما انتم شايفين، وبعد كده بغليها، بس يعني بتديلها كده غلوة كده على النار قبل ما احطها في الفريزر. كان نفسي فيها قوي، فقلت ان انا اجيبها واحطها في الفريزر من الوقت للتاني، يعني اطلعها كده اعملها. المهم بقى يعني قلت لحد ما تاخد غلوة كده على السريع يعني اطبق اشيل بقى الحاجات اللي في الصفاية وارجعها مكانها. زي ما قلت لكم طول ما احنا واقفين في المطبخ هتلاقي مليون حاجة عاوزة تتعمل. المهم عملت بقى ايه؟ رجعت الحاجة مكانها، وطلعت الغدا. كان معايا هنا اللي هي الكلاوي وكوز القلب اللي هو بتاع البقرة كده بيتعمل زي الكبدة. كان عندي في الفريزر، طلعته يفك كده وعصرت عليه ليمون وسبته بقى مع نفسه، لان طبعا ما كنتش هجهز الغدا على طول. بس طبعا بغسلها كام مره وبحط عليها ليمون وكده، فقلت تاخد وقتها كده لحد ما اجي ان انا اظبط او اعمل الغدا. قلت بقى كده الم الهدوم. طبعا كل يوم كده بحط دور في الغساله وبلمه، علشان طبعا ما يجيش اخر الاسبوع الاقي كميه هدوم كتير. فلميت الهدوم، وبعد كده قعدت بقى شويه. طبعا الحاجات دي ما بتبقاش ورا بعض، يعني بتبقى على مدار اليوم. جيت بقى على الساعة 7 كده، كنت مقطعة بقى اللي هي الكلاوي دي، ومقطعة كمان البصل وفلفل علشان اعملهم كده مع بعض. وخلاص بقى قلت بقى جاهز كده الغدا وانا واقفة. هي ما بتاخدش وقت وسريعة جدا وطعمها حلو. المهم حطيتها في الاول كده، اديت لها صدمة كده بشوية زيت على النار، وحطيت اهم حاجة توم، لان التوم اللي بيشيل الزفارة، وفلفل اسود، وهبدأ ان انا اقلبها. طبعا انا كنت صفيت كده البامية زي ما انتم شايفين في الحلة دي، يعني صفيتها وغسلتها، اديت لها كده غسلة سريعة، وسبتها لحد ما تبرد علشان احطها بقى في الاكياس.
المهم بقى هنا كان الاكل خلاص يعني قرب ان هو يستوى، فكانت اتشربت كده الميه بتاعتها وبدات خلاص على يعني قربت تستوى. فنزلت بقى كده بالبصل والفلفل، يعني ما كترتش فلفل قوي لان احنا يعني هو الفلفل ده حامي، فحطيت بس حاجه بسيطه كده، وهقلب واسيبها بس لحد ما البصل يدبل واطفي عليه. يعني ممكن هي بتاخد سوا اكتر من الكبده بشويه، لكن طعمها الصراحه حلو قوي. هنا بقى ظبطت كده الباميه في الاكياس، ما كترتش الكميه قوي لان يعتبر انا اللي باكلها بس، فساعات الواحد بيبقى نفسه كده في حاجه باميه، ممكن يعملها مثلا مع طاجن باميه باللحمه، يعملها بعيش. فعملتها كده على 5 اكياس او بتالي 6 اكياس يعني، وحطيتهم كده في الفريزر. وانا واقفه بقى كده عملت بقى، قلت اجهز باقي الاكل، عملت كده بطاطس وحطيتها برضو في شويه ميه بملح لحد ما الاكل كان قرب يجهز معايا. قليتها كده وخلاص بقى. هنا ده كان الغدا بتاعنا. طبعا عملت كمان طبق باميه كده، لان زي ما قلت لكم كان نفسي فيه، فقلت اعملها جنب الاكل بتاعنا. وعملت جرجير بقى وبيبسي وبطاطس، يعني ده الغدا كان بتاعنا. وهنا وصلنا لاخر فيديو، متنسوش الاشتراك يا حلوين في القناه، ومع السلامه.